بسم الله الرحمن الرحيم. إمام عاشور اتضح انه مش في تنزانيا وقاعد في الجونة. دي انت بتتكلم جد؟ دي الحدوته. لا مش في الجون. في الجونة. لا مش في الجون. في بيتهم، بيتفسح في بيتهم. في بيتهم. ماشي. إمام عاشور ويتفسح ليه؟ طب ما ممكن يكون تعبان. تعبان؟ ممكن. هو التعب بيجي فجأة كده؟ امال ايه؟ عيني ده اتصدم. أول مرة أسمع عن تعب فجأة. عموما اللي تعبان هو مجلس إدارة النادي الأهلي. هو بعينه بغباوته وشكله العكر. ما حدث منه حدث كبير جدا 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 جدا. هروب من مباراة مهمة زي كده أنا شايف إنه شيء صعب جدا. روح شوف لك حد يركنك جنب اي حيطه، روح. محدش هيزايد على انا بحب امام عاشور ده جدا، ولاعيب كبير جدا ومحدش يختلف على ده، وموهبه كبيره جدا. انت متاكد ان وليد صلاح هيبقى الضحيه او حد تاني او الدكتور او الطبيب او اي حد هيلبس القضيه يسمع حاجات غريبه وعمال. ده اللي بيحصل دلوقتي. هو حضرتك سمعت الانترو؟ سمعت. طيب طب ما انا بقول لك اهو السيناريو حصل، مش اللي كنت متوقعه حصل يا باشا. احنا قلنا سيناريو محترم محبوك ان الطبيب يروح في داهيه او ما تكملش. ما دام وصلت للمرحله دي ما تكملش. متاكد ان ده هيحصل وحصل، ان السيناريو تم. لكن انا كنت برجع لكلام الكابتن عدل القيعي، المهندس عدل القيعي، اللي دايما كان يطلع ويقوله لنا ان لما يلبس تيشيرت النادي الاهلي الوضع مختلف تماما. يا فيلسوف الحمير. هيحصل نوع من الكياسه، وامام هيبدا يتعلم النظام والالتزام والاحترافيه. انا يا بحر العلم يا ترعه المفهوميه. ما شفتش ده بصراحه. وانا اعتقد لا تيشيرت الاهلي ولا تيشيرت الزمالك حتى ولا تيشيرت اي نادي في الدنيا هيعمل نظام ولا التزام للاعب. طيب انا نفسي مؤكد ان ده كلام انشا، كلام اكلاشيهات دايما بنسمع عنها، لكن امام عاشور قضى على كل الاكلاشيهات. حاول اضرب كف بكف يا حاج. خلص على الاكلاشيهات. بقت العمليه من غير اكلاشيهات. فيا جماعه والنبي رفقا بالجمهور المسكين اللي بتقعدوا تحشوه وتدوا له كلام. عمرو ما امال امك انت تروح تشوف عواد يا حبيبي، وتشوف محمد صبحي، وتشوف الازمات اللي في نادي الزمالك، وتشوف ازمات القيد. طب مالك فاتح صدرك قوي يا كده باشا؟ ثانيه واحده. لا مسلم على مخك البلالان. انت فاتح صدرك قوي كده على ايه؟ شوبير ماشي زي ما هنا في هنا برضه. انت عايزك تركز يبقى خلاص بلاش اكلاشيهات بقى. بلاش تدوس على الزمالك، بلاش الزمالك على طول هو اللي عنده مشكله. طيب يا باشا بلاش كده.